السلام عليكم الناس الزوينين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. وكنتمنى هذا العام يدخل عليكم بالصحه والسلامه وبزوال الضيق يا ربي وبكل ما كتمناو وبالتغيير. غير هو راه غير باش نكون واضحه معكم اختي، راه هذا العام الجديد راه كيتغير فيه غير الرقم من 25 26. مي فريمون التغيير الرئيسي فين كيبدا من القرارات اللي كناخذو حنايا ومن العقليه الماليه الجديده اللي خاصنا نبداو نتعاملوا بها مع الفلوس في هذا العام. غنسطر عليها بستيل الحمر كيف ديما. انا ستيل الحمر ما كنتفرقوش. غنسطر عليها عقليه ماليه جديده مع الفلوس، حيت الفلوس اختي ماشي بالسهل باش كندخلوهم. عرفتي الا ما فقتي وما تقاتلتي وما دمرتي وما خدمتي وما سعيتي وما نظمتي وما سيرتي وما استمريتي وما انضبطي على دوك القرارات اللي خديتي، فريمون ما كاينش اللي غيدق عليك في راس الشهر ويقول لك هاكي اختي ربحتي معنا هاد الصالير بصحتك وراحتك. فريمون ما كاينش. وحتى بالنسبه للمراه اللي جالسه في الدار، راه داك المصروف اللي كيعطيها الراجل راه والله ما قرطاتو وكمل ودوزات به الشهر، والله ما نظمات وخممات فيه كيفاش غادي تسيرو لا زادها درهم. باش نكونوا واضحين، داكشي علاش ما خصناش نتعاملوا بعشوائيه مع الفلوس، خاصنا فريمون نتعاملوا معاهم بوعي. داكشي علاش جيت في هذه الحلقه هذه او في هذا الفيديو هذا باش نحاول نلخص هذه الفكره هذه في ثلاثه نتاع المحاور. وسمحوا لي على هذا الصداع. ما لقيتش كندير لهذا الصداع، والله ما لقيت كندير. سمحوا لي، ركزوا معايا وركزوا مع هادشي اللي غادي نقول ونبداو على بركه الله. هذا المحور الاول غنعرفوا فيه علاش بزاف نتاع الناس كيبقاو واقفين في بلاصتهم. راه كاينين ثلاثه نتاع الاسباب. اما كتشدي الفلوس وكتصرفيهم بلا حساب، يعني هي كتشدي هذاك الصالير وكتحطيه كل دقه واحده في البسطه وكتبقاي تجبدي منه، ما كتقسمي ميزانيه، ما كتنظمي مصروفك، ما كت يعني ما كتحطي الادخار، ما كتخبي واحد شويه ما حتى شي حاجه كي تشديه كتحطيه وكتبقاي صرف 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 منه بلا حساب، ما كتحسبيش ليه، ما ديريش ليه اعتبار. اما كتحاولي تسلفي او لا كديري كتسلفي باش انك تعيشي في واحد النيفو اللي ماشي النيفو نتاعك، واحد النيفو باش تباني على عباد الله، باش تعيشي في واحد المستوى اللي ماشي في طاقتك كاع نهائيا. يا اما السبب الثالث هو انك ما حطاش اختي هدف واضح، ما حطاش هدف واضح. هي عايشه المستقبل خليها حتى من بعد حتى من بعد حتى من بعد. الوغ هادو هما الاسباب علاش كنبقاو واقفين في بلاصتنا. في هذا المحور الثاني غادي نعطيك ثلاثه نتاع القرارات الا درتيهم هذا العام غيتبدل العام نتاعك كامل. اول قرار، صرفي قل من هذاك الشيء اللي كتدخلي. راه شوفي، راه ما بقاتش في شحال كتدخلي في الشهر ولا شحال الصالير نتاعك، ولا خصو يكون صالير واعر وطالع. راه بقات في شحال كتشيطي من هذاك الشيء اللي كتدخلي انت في الشهر. وباش تشيطي اولا باش تعرفي هذا الشيء، اختي ورقه وستيلو قيدي المصاريف، كتبي المصاريف نتاعك، حددي الميزانيه نتاعك، عرفي فين كيمشيو لك فلوسك. شوف انا راه تيضحكوا عليا في الخدمه، راه تيبدا 24 في الشهر 25 في الشهر كنجبد لاجوندا وهذا كنبدا شحال غادي نحط في لاطخيط، شحال غادي نحط في المدرسه، شحال غادي نحط في ليسانس، شحال غنحط في المصروف. وتنبدا تنقسم كل شهر ما كيشبه الخوه. كاين الشهر اللي كنزيد في المصروف كنقسم من الليسانس، كاين الشهر اللي كنزيد في ليسانس وكنقسم من عادي. كل شهر المهم كل شهر هو على حسب انت اللي خاصك تتحكمي في المصاريف نتاعك باش بالتقياد اختي، بالتقياد لاجوندا والتقياد كل درهم فين كيمشي وعلاش وشحال خاصني نحط هنا وشحال خاصني نحط هنا. التقياد اختي، ورقه وستيلو قيدي باش تعرفي فين كيمشيو لك فلوسك. راه ما كايناش شي طريقه اخرى من غير انك تقيدي وتسجلي كل حاجه. راه شوفي، راه اول خطوه للحريه الماليه هي انك تتحكمي في المصروف نتاعك من الاخر. الوغ ثاني قرار هو استثمري في راسك، تعلمي اختي شي مهاره جديده. قولي لي صاليري ما تيكفينيش اولا الفلوس قلال، اختي ولا خويا قلبي على شي مدخول ثاني، قلبي على شي مدخول اخر. راه بصح راه والله مدخول واحد ما بقى تيقد في هذا الوقت، والله العلي العظيم بقاش تيقد. جوج كتلقاهم مقاتلين وابين. اما الا كنتي بوحدك مسؤوله راه خصكي فريمون جوج. الا ما قدكش اختي هذاك الشيء اللي كتدخلي قلبي على مدخول اخر. فالقرار الثاني هو استثمري في، تعلمي شي حاجه، قراي على الفلوس، قراي على الفلوس.
تعلمي مهاره جديده تعاونك في انك تدخلي مدخول تاني. تعلمي على الفلوس، قري على الفلوس، حيت بصح العقليه اللي كتعلم والله ما كتبقى في الفقر. شوفي والله حتى غادي تحكي مع الوقت، هذا العام الجاي، هذا الشهر الجاي، اليوم على غدا اليوم على غدا، كل نهار كنتعلم حاجه جديده، غادي تحكي بالمعقول وغادي تعلمي، ما غتبقايش في الفقر. غادي تجتهدي وغادي تطوري من راسك وغادي تعلمي وغادي توفري وغادي تزيدي لقدام. فهمتيني اش بغيت نقول لك؟ القرار الثالث هو بركه من التسويف. حبسي عليا هذيك العقليه نتاع التسويف. حتى العام الجاي دابا ندير دابا ننجح دابا نجمع. اختي جمعي اختي يديك، خدمي اختي الورقه والستيلو. ما كاينش حتى الشهر الجاي، حتى العام الجاي، حتى مورا رمضان، ما كاينش هذا الشيء. كاين غادي تنوضي وغادي تشمري على كتافك وغادي تحركي وغادي تنضبطي وغادي ديري هذاك تاخدي هاد القرارات اللي قلت لك دابا 3. المحور الثالث تحفيز الحقيقه. اختي ماشي غير بالهضره وماشي غير كلام. التحفيز الحقيقي هو قولي لا للمصروف الزايد، قولي لا للمقارنات مع الناس، قولي لا لي كريدي دو كونسوماسيون. ها العار هادوك لا كبيره وسطروا عليها، عافاكم سطروا عليها. لي كريدي دو كونسوماسيون، القروض الاستهلاكيه، لا بالمعقول. قولي غنصبر دابا باش غادي نرتاح من بعد. حطي هدف واضح، حطي هدف واضح في حياتك وخدمي عليه اختي. راه الا بغيتي تبدلي حياتك او الا بغيتي تبدلي في هذه السنه الجديده، بصح خاصك تاخدي قرارات جداد. كوني واعيه، كوني منضبطه، كوني مسؤوله على حياتك الماليه. شوف راه غادي نجيك من الاخر باش غادي نختم هذا المحور. اللي كيعرف يسير فلوسه كيعرف يسير حياته كلها. الا وصلتي الزوينه ديالي حتى لهنا وعجبك الفيديو ديري لايك، وإلا كنتي جديده مرحبا بك في القناه نتاعنا، تابوني عندنا وفعلي الجرس باش يوصلك كاع الجديد. وقولوا لي في التعليق اشنا هو اول قرار مالي غادي تاخذوه في هذه السنه الجديده. قبل ما نقول لكم تهلاو، بغيت نشكر واحد المتتبعه اللي بقات كتقلب عليا لقاتني في الانستغرام وصيفطات لي واحد الاوديو تالمو محفز، وكان سبب في انني بصح نعاود نرجع مع غبرت كان سبب في انني نعاود نرجع، في انني نعاود ندير دي فيديو. وشكرا لكاع الناس اللي متبعيني وحتى اللي ما متبعينيش وكيدخلوا يتفرجوا حتى هما، شكرا. يلا تهلاو لي فراسكم.